ابراهيم ديابتي دوت مهاجم صندوق قوي جدا، سريع، فينيشر على الجون. لعب 29 مباراة، تمام، سجل 17 هدف، تمام، وعمل 5 اسيست. يعني في 29 مباراة عامل 22 مساهمة تهديفية، تمام. لعب كام بقى؟ لعب 2126 دقيقة في ال 29 مباراة دي، تمام. ده نسبة ممتازة، وانا شايفها ان هي رقم ممتاز لمهاجم ممكن يجي النادي الاهلي. تعالى بقى بص على اسد الاسلام الحملاوي. ارقامه اقل كتير جدا من ارقام ابراهيم ديابتي. اسد الاسلام الحملاوي لعب 20 ماتش، سجل 6 وصنع 2، يعني 8 مساهمات تهديفية في 20 مباراة. اقل من مين؟ اقل من ابراهيم ديابتي بكتير، ومع انه لعب عدد دقائق اقل من ده 20 مباراة بس، فلاعب 1206 دقيقة، تمام. ارقامه اقل، بس الميزة هنا في اسد الاسلام الحملاوي ان هو عنده مهارات شوية. اسد الاسلام الحملاوي مش هياخد مكان اجنبي، يعني هيتأيد كأنه لاعب محلي يعني، فمش واخد مكان اجنبي غير ابراهيم ديابتي اللي هو لاعب جاي السويدي هيبقى واخد مكان اجنبي. كده لو عرفتوا تجيبوا الاثنين مفيش مشكله، بما ان اسد الاسلام الحملاوي مش هياخد مكان اجنبي فمفيش مشكله ان يجيبوا الاثنين. يعني انا شايف ان يجيبوا الاثنين. الاهلي محتاج، يعني الاهلي ما عندوش غير اتنين، والاثنين مستواهم ما ينفعش، ما يأهلهمش ان هم يبقوا موجودين في الاهلي اساسا. يبقى 4 رؤوس حربة مفيش مشكله، الاهلي كان بيبقى عنده 6 قبل كده رؤوس حربة عادي يعني، تمام. فانا وجهة نظري ان الاثنين يجوا، يعني مفيش اي مشكله، وهو كده كده اصلا ابراهيم ديابتي بنسبه كبيره خلصان.